قضية ممر دياتلوف تعتبر واحدة من أغرب القضايا في التاريخ الروسي. هي مش مجرد حادثة أو جريمة، هي لغز كامل محدش قدر يحله لحد النهاردة. حاجات كتير ما قدروش يحددوها، السبب الحقيقي للوفاة، الظروف اللي حواليها، السر ورا اللي حصل فعلا في الليلة المرعبة اللي شافتها المجموعة. كل ده لسه مش معروف، وكل التفسيرات اللي اتقالت لحد النهاردة تعتبر فرضيات ما قدرش ولا واحد فيهم يصمد ان يحل كل اجزاء اللغز. القضية اللي بنتكلم عنها النهاردة قضية ممر دياتلوف. طالب اسمه إيجور دياتلوف اختار 9 متسلقين معاه، كان هدفهم يوصلوا لجبل أورتورتن شمال جبال الأورال الروسية عشان يحطموا الرقم القياسي اللي تم تحقيقه في تسلق الجبل ده. كلهم كان عندهم خبرة قوية جدا في تسلق الجبال والرحلات الاستكشافية، رياضيين شباب وصحتهم ممتازة، وكان من ضمن المجموعة بنتين كل حاجة تخطط ليها كويس جدا. طب ايه اللي حصل لهم؟ وليه ما رجعوش؟ وليه الرحلة اللي ابتدت بحلم انتهت بكابوس؟ نبدأ الحكاية من الأول. يوم 28 يناير واحد من المجموعة اسمه يوري يودين جات له نوبة ألم مزمن في الظهر ومشاكل صحية تانية. المهم انه اكتشف وقتها ان عنده عيب خلقي في القلب وقرر الانسحاب من الرحلة، وكده المجموعة بقت 9 أفراد بس بالقائد بتاعهم. على فكرة يوري يودين هو الناجي الوحيد في القصة بتاعتنا النهاردة. المهم هم كملوا الرحلة وعملوا معسكر نهائي يوم 1 فبراير سنة 1959 على منحدر جبل هناك معروف باسم جبل الموت، بدل ما ينزلوا للغابة، يمكن عشان يحافظوا على الارتفاع اللي وصلوا له، وعشان سوء الأحوال الجوية والتلج اللي كان مغطي الجبل اضطروا ان هم يحولوا مكان خيمتهم لمكان تاني محفور جوه منحدر تلجي، وده الموقع الأخير للخيمة لأن الخيمة ما اتحركتش من مكانها بعد كده. يوم 27 فبراير 1959 المفروض ان الفريق كان بيرسل اشارات عن موقعه خلال الفترة اللي فاتت كلها، بس فجأة الاشارات وقفت، مفيش اي اتصال تم. وهنا بدأت السلطات عملية البحث، بس اللي لقوه ما كانش مجرد جثث متجمدة لناس تاهت وسط عاصفة التلج مثلا، لا، وإلا الموضوع كان عدى عادي، لا هم أول ناس ولا آخر ناس يتوهوا ويلاقوا جثثهم متجمدة. بس المشهد كان كأنه مشهد في فيلم رعب. أول حاجة لقوها كانت الخيمة اللي كان مفروض إن الفريق بيقعد فيها وبينام فيها طبعا، بس الخيمة كانت مقطوعة من جوه، كأن الفريق هرب منها بشكل مفاجئ ومرعب، لدرجة إنهم ما صبروش لما يفتحوها وقطعوها عشان يخرجوا بسرعة. كان في معدات مهمة جدا متسابة جوه الخيمة، وده برضو دليل تاني على إنهم كانوا بيهربوا من حاجة بسرعة. بعدها كان في آثار رجلين متفرقة بين الشجر أو في اتجاه شجرة صنوبر هناك، بس هنا في نقطة، آثار الرجلين كانت باينة إنها ل9 أشخاص بيمشوا بهدوء ومش مستعجلين ولا خايفين.
أمال قطعتوا الخيمة ليه من جوه؟ وهربتوا في التلج ده ليه؟ بدأوا يلاقوا جثث المجموعة منتشرة في المنطقة اللي جنب الخيمة. جزء منها كان في حالة تجمد جزئي. لحد هنا ونسبيا الموضوع كان ممكن يعدي عادي، لكن مع استمرار البحث النتيجة كانت بالظبط كده. أول جثتين لقوهم تحت شجرة الصنوبر، كانوا شبه عريانين، عندهم حروق قوية جدا في ايديهم ورجليهم، جلد صوابعهم كان متقطع أو مش موجود، شعرهم كان محروق. يمكن يكونوا كانوا بيحاولوا يولعوا نار عشان يتدفوا مثلا، جايز. لقوا 3 جثث جنب الخيمة، برضو هدومهم كانت مش كاملة، كانوا كأنهم بيحاولوا يرجعوا للخيمة بعد الهروب الجماعي اللي هربوه. بس هم هربوا ليه أصلا؟ واحد فيهم كان عنده كسر في الجمجمة، لكن حسب نتيجة التشريح ما كانش الكسر ده هو السبب في الوفاة. وبرضه هنا في سؤال، ليه ما كانش فيه أي مقاومة؟ عدى شهرين من البحث من غير ما يلاقوا ال4 جثث الباقيين، لدرجة إنهم كانوا قربوا ييأسوا. بس لقوا ال4 جثث الباقية على بعد 75 متر من شجرة الصنوبر. كانوا لابسين هدوم تقيلة وكتير، كأنهم هم اللي خدوا هدوم ال5 جثث الأولى. طب لقوهم ازاي؟ وكان شكلهم عامل ايه؟ نقولهم واحد واحد عشان دول ما ينفعش يتقالوا مرة واحدة. الجثة الأولى، الضلوع مكسورة من الناحيتين، لسان مش موجود بالكامل، وكمان أجزاء مقطوعة من الشفايف والعينين. الجلد حوالين العين كان مش موجود كله، مفيش أثر لأي نزيف خارجي، وكأن الضرر كله كان من جوه بس. الدكتور اللي شرح الجثة دي قال إن القوة اللي تعمل ضرر بالحجم ده دي قوة حادثة عربية، لأن مفيش بشر أو حيوان يقدر يعمل ده. الجثة التانية، صدره كان متكسر كله، ضلوع مكسورة بنفس الطريقة، كان لابس كاميرا حوالين رقبته بس الفيلم ما كانش واضح، وشه عليه تعبير غريب كأن في فيلم رابط جمد جوه ملامحه. الجثة التالتة، جمجمة متكسرة من الظهر من غير أي علامات خارجية على الجلد. الجثة الرابعة مفيهوش إصابة واضحة، لكن هدومه كانت مشبعة بمادة مشعة بنسبة خفيفة، بس إيه أصلا مصدرها؟ زيادة بقى عن كل ده، لون الجلد عندهم كلهم كان غامق ميال للبرتقاني، في منهم شعرهم كان رمادي بالرغم انهم لسه شباب. الأغرب كمان من كل اللي فات ده، لما لقوا الجثث ما لقوهاش على التلج عادي كده، لأ، لقوهم بأوضاع غريبة. مثلا كان في جثة منهم مدفونة لحد نصها في التلج بالمقلوب في وضع رأسي، يعني راسه ولحد كتافه مدفونين في التلج ورجله اللي طالعة فوق لوحدها. المنظر ده كان لغز في حد ذاته، كأنه إنسان واقف بس بالمقلوب، وأكيد هو ما عملش كده في نفسه، وأكيد برضو إن أصحابه ما عملوش كده فيه. اتقال فرضيات كتير قوي عشان حل اللغز، زي انفجار جوي، حيوانات مفترسة، ظواهر جوية قاسية، انخفاض قوي في درجة الحرارة، تجارب عسكرية سرية للجيش الروسي. بس كل فرضية كانت بتتقابل بعلامة استفهام أكبر. وعشان كل اللي فات ده، التقرير الرسمي لأسباب الوفاة اتكتب فيه جريمة راح ضحيتها 9 أفراد، الفاعل قوة غامضة غير معروفة.